قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده علشان يوصل لكم أقوى ملخصات الأفلام. بيبدأ الفيلم ببنت صغيرة عمالة تعيط وأمها عمالة تعذب فيها بالكهرباء، وبيطلع في الآخر كابوس وبتصحى منه أماندا وبتبقى مرعوبة، وبتاخد صندوق غريب وبتنزل القبو وبترميه فيه وبتفصل الكهرباء عن البيت كله. وبيخلص المشهد بتاعنا لحد هنا، وبنروح بعد كده الأم وبنتها كريس، وبنشوف إن حياتهم جميلة وسعيدة، وبيبقى عندهم خلايا نحل كتيرة وأشجار، وبيعملوا عسل كتير جدا وبيجهزوا علب كتير، وبيروحوا يقعدوا سوا وبيقروا كتاب معين سوا. وبيخلص اليوم بتاعنا لحد هنا، وبيجي الليل وبتبقى فيه عاصفة قوية، وبتصحى الأم بسببها وبتتخيل حاجات غريبة. وبتصحى كريس هي كمان من صوت الرعد، وبتروح تطمن على الأم، وبتلاقيها قاعدة في ركن عمالة تصوت من الخوف، فبتجيب لها شمعة وبتقعد جنبها تطمنها. وبعدها بيجي تاني يوم، وبيجي شخص اسمه داني، وبيبقى صديق العيلة الوحيد، وبيفصل تليفونه وبيسيب أي حاجة فيها كهرباء بره البيت حتى العربية بتاعته، وبيجيب حاجة لكريس، وبياخد العسل من أماندا علشان بيسوق ليها الشغل بتاعها، وبيعرفها إن في ناس كتير بتطلب من العسل بتاعهم، وبيطلب منها كمية أكبر. والأم بتفرح بكلامه جدا، وبتروح تجهز الفطار ليها هي وبنتها. وبتحاول كريس تقول حاجة لأمها، لكن بتقطعها وبتخليها تروح لمحل تاني علشان تشتري الطلبات لمستعمرات النحل. وبتاخد كريس العجلة وبتروح بسرعة، ولكن في الطريق بيوقفها شخص وبيسألها عن الاتجاهات، ومش بيعرف يتكلم إنجليزي، فمش بتعرف كريس تساعده، لكن بتلاحظ شنطة غريبة معاه. فبعدها بيمشي وبنشوف إنه رايح ليهم أصلا، وبيوصل عند أماندا وبتشوف الأم، وبتجري علشان تقول له يوقف السيارة بره ويفصل أي حاجة فيها كهرباء، بس بيكون دخل البيت عندهم. وبنعرف إنه عم الأم، ومش بتتعرف عليه في الأول، وبتخليه يطفي أي حاجة فيها كهرباء، وبتدخله البيت وبيسألها عن جوزها، لكن بتقوله إنها مش محتاجة واحد، وبيقول لها إنه قابل بنتها لكن ما فهمتش منه أي كلمة. فبتقوله الأم علشان هي متربية هنا في أمريكا. والعم بيفضل يسألها كتير، لكن بتقوله أنت إيه اللي جابك لينا وعاوز إيه. وبيقعدوا يشربوا شاي، وبيقول لها أمك ماتت من شهر، لكن معرفتش أوصلك علشان أنت غيرت اسمك والهوية بتاعتك. وخلال ما هما بيتكلموا بتشوف أماندا شبح أمها ورا عمها، لكنه بيختفي بسرعة، وبيعرفها عمها إنها سبب موت أمها علشان ما كانتش معاها، وبيزعق ليها، وبيديها حاجات أمها اللي هي في الشنطة اللي شافتها كريس، ولكن بتطرده الأم من البيت. وقبل ما بيمشي بيقول لها إن شبح أمها هيفضل يطاردها كل يوم وبيمشي بعدها. وبنرجع لكريس وبتوصل لداني، وبيجهز ليها الحاجة، وبتتعرف على بنت أخوه، وبيتعرفوا هما الاتنين على بعض. وبنرجع لأماندا واللي بتبقى خايفة من الصندوق اللي فيه حاجات أمها، ولكن بتطلع تدور على كريس في غرفتها، وبتلاقي بالصدفة جواب قبول في جامعة. وبتوصل كريس البيت وبتحاول تلمس الصندوق، لكن الأم بتمنعها وبتاخده وبتمشي. وبيجي الليل وبتفتح الأم الصندوق، وبتلاقي جواه قناع، ولكن بتخاف وبتتخيل القناع بيتنفس، فبتقفل الصندوق بسرعة وبتخبيه في الخزنة. وبتسمع أماندا صوت بنتها بره البيت عمالة بتطلب المساعدة، فبتجري بسرعة علشان تلحقها، وبتوصل ومش بتلاقيها. وبتسمع صوت أمها الميتة وكمان بتشوفها، لكن بيبقى ده كله تخيل منها وبتبقى مرعوبة جدا. لكن كريس بتيجي وبتطمنها وإن ده كله تخيل منها. وبيجي تاني يوم وبتسأل كريس أمها لو هي بخير، لكن بترد عليها الأم بجواب قبول الجامعة، وبتسألها جبتيه إزاي وعاوزة تمشي وتسيبيني، لكن بترد عليها كريس تعرفها إن داني جابه لها وهي مش هتمشي وتسيبها. وبيعدي اليوم وبعدها بيجي داني ياخد العسل، وبتتكلم معاه وبتحكي له ازاي عملت كل اللي وصلت ليه، وانه بيهتم بكريس، وبتقول له ازاي يجيب لها طلب الجامعة من وراها، لكن بيصدمها وبيقول لها ان كريس هي اللي طلبته منه، وكمان بيفهمها ان كريس اكيد هيجي اليوم وهتمشي علشان تشوف حياتها. وبتقعد اماندا طول الليل صاحية وبتفكر في كلام امها، وبتبقى خايفة على بنتها ومش عايزاها تمشي. وبيجي تاني يوم وبتقرر تكتب كريس طلب الالتحاق، وبتكون الأم شغالة بره البيت وبتعمل مستعمرات النحل. وبتلاحظ كريس حاجة غريبة، وبتشوف أماندا بترجع تتخيل أمها اللي ماتت، وبتلاحظ إنها في غرفة كريس وبتجري علشان تطمن عليها. وأول ما بتخش الأوضة بتشوف النحل قفل الشبابيك والدنيا بقت ضلمة جدا، وبتظهر الأم الميتة وبتترعب أماندا، وبيهجم عليها شبح الأم، لكن بتطلع كريس وكانت لابسة لبس زي أمها الميتة، فبتاخد منها اللبس وبتجري على القبو علشان تخبيه. وبتقفل بعدها القبو بالقفل والسلاسل، وبتبقى مراقباها كريس. وبيجي ميعاد العشاء وبتحاول كريس تعرف أي حاجة من الأم، لكن الأم بتزعق ليها. وبنشوف الأم في الحمام بتبص في المراية وبتبقى عمالة تتصرف بغرابة. وبنلاحظ إن كريس بتتسلل للقبو وبتكسر السلاسل وبتدخل جوه القبو وبتحاول تفتح الصندوق. وبنلاحظ إن الأم بتتكلم زي أمها الميتة، وبتحصل حاجات غريبة ليها، والخزنة بتاعتها بتحاول تطلع منها حاجة، وبتحاول أماندا تمنعها إنها تخرج،
وفي نفس الوقت بتتحبس كريس، وبتلاقي أماندا نفسها قدام القابو وبتساعدها بنتها تخرج من القابو، وبيكون مع كريس صورة للأم الميتة وبتجبرها تشرح ليها كل حاجة أو هتسيبها وتروح الكلية بتاعتها. وبتفهم أماندا بنتها كل حاجة عن أمها، وبتفتح الصندوق وبتفهمها قصة القناع والرداء والنوم طقس معين. وبتبقى أماندا مش مؤمنة بالخرافات دي طبعا، وبتلاقي كريس في الصندوق علبة موسيقى، وبتتصدم الأم لما بتشوفه وبتدمع عينيها. وبيخلص بعدها اليوم، وتاني يوم بتصحى أماندا وبتقعد تبص للصندوق وبتفتكر أمها لما كانت بتغني ليها. وبنشوف كريس بتكون عند الفراخ وبتشوف آثار ثعلب في المزرعة وبتبقى مستغربة جدا. وبيجي بعدها داني وبيجيب الطلبات لأماندا وهي بتعزمه عندها في البيت، وبيجيب معاه بنت أخوه علشان يقضوا الليلة سوا. وبتجهز كريس وبتساعدها الأم، وهنا بنلاحظ إنها مش كويسة. وبيجي وقت العزومة وبيلعب الكل لعبة قديمة، بس كريس بتاخد البنت وبيطلعوا لأوضتها وبيتكلموا مع بعض شوية وكمان بيلعبوا. لكن بتعرف كريس إن التليفون معاها وبتزعق ليها، لكن البنت بتقول لها إن التليفون معاها من الصبح وأمها ما حصلهاش أي حاجة. وبتبقى مستغربة كريس جدا علشان البنت عندها حق. وبنروح لداني وأماندا وهما بيشربوا سوا وبيفضلوا يتكلموا، وبتبقى أماندا بتسمع صوت أمها وبتبقى مش على بعضها. وبيقرب منها داني وبيقول لها قربي من بنتك وحاولي تحكي ليها هي مش صغيرة زي زمان. وبتخلص العزومة لحد هنا وبيجي ميعاد النوم، وبتروح أماندا لغرفة كريس وبتبقى فاكرة إنها نايمة، وبتقعد تحكي ليها الماضي الأليم بتاعها وليه هي مرضتش تقول لها حاجة. وبنشوف إن كريس عاملة نفسها نايمة. وتاني يوم بتنزل كريس للقابو وبتشغل الكهرباء علشان تشوف لو أمها بتكذب. وفي نفس الوقت بتكون أماندا في الحمام والصوت جواها عمال يكلمها، وبتنفجر ساعتها من الغضب وبتصرخ بصوت عالي علشان تسكت الصوت ده. وبتروح تلعب على البيانو علشان تريح أعصابها. وبتيجي كريس تتأكد إنها كويسة والكهرباء مش بتأثر عليها زي ما كانت بتقول، وبتسيبها وبتطلع لأوضتها. والصدمة إنها بتلاقي طلب الجامعة بتاعها حد قطعه ودمره ليها، فبتتضايق وبتاخده وبتروح لأمها. وبتبقى أماندا في المزرعة وبتيجي ليها وبتقول لها عملت كده ليه؟ لكن بترد عليها الأم إنها الروح الشريرة. لكن بترد عليها كريس أنا زهقت من الجنون ده، وبتسيبها وبتمشي وبتروح وراها الأم وبتبدأ تقول لها كلام وحش زي انت عمرك ما هتعملي أصدقاء، وبتجرحها بكلام كتير وبتحصل ما بينهم مشاجرة كبيرة وكمان بيضربوا بعض. وفي الآخر بتمشي كريس من المزرعة وبتاخد العجلة بتاعتها وبتروح لداني وبتزعقله علشان معرفهاش إن أمها بتكدب عليها وإن الكهرباء مش بتأثر فيها. وبيحاول يفهمها داني لكن هي بتسيبه وبتمشي. وبنرجع لأماندا وهي بتدفن حاجات أمها كلها، لكن بتحصل حاجة غريبة وبتسحبها حاجة بسرعة للقابو. وبتحاول تهرب أماندا منها لحد ما في الآخر عرفت تتحرر، لكن بيجي الرداء وبيهجم عليها وبيخنقها لحد ما أغمى عليها. وبنشوف كريس بتيجي وراها قريبة داني وبيقعدوا يتكلموا شوية وبتديها هدية وبتبقى مفكرة علشان تكتب فيها، وبتطمنها إن كل حاجة هتبقى كويسة وإنها مش لازم تقلق. وبتوصل كريس للبيت وبتدور على أمها علشان تعتذر ليها، وفي الآخر بتلاقيها لابسة الرداء وبتقولها احنا هنعمل مراسم علشان جدتها. وبيروحوا يجهزوا كل حاجة، وبتقول أماندا لكريس إنها تركع ولكن هي بترفض وبتقولها أنت مش قلت مش بتؤمني بالحاجات دي. وبتتحول الأم للروح الشريرة وبتعامل كريس بقسوة. وبنلاحظ إن الروح هي اللي بتتكلم من أماندا، وبتحاول الروح الشريرة تهجم على كريس وبتغير وشها للون الأخضر وبترميها كريس على الأرض. وبتهرب بسرعة للمزرعة وبتلاقي ثعلب ب9 ديول وبتترعب كريس جدا وبتطلع تجري. وبتسمع الأم بتطلب مساعدتها وبتيجي تهجم الروح الشريرة عليها، لكن بتفضل كريس تقاوم وبتطلب من أمها تقاوم الروح الشريرة. وبنشوف إن في قناع على وش الأم وبترميه كريس بسرعة. ساعتها بترجع الأم لوعيها وبتخلع الرداء وبتحضن كريس وبتعتذر ليه عن اللي حصل، وبيتصالحوا وبيرجعوا يحبوا بعض تاني. بس للأسف مش بتكمل الأوقات السعيدة دي، وبتمسك حاجة برجل الأم وبتسحبها للقبر وبتحاول كريس تلحقها بس بتكون خلاص تحت الأرض. وبتفتح عينيها أماندا وبتلاقي نفسها في غرفة أمها وبتلاقي صندوق الموسيقى شغال، وبتفضل تعيط علشان ما سمعتش الأغنية دي من وهي طفلة. وساعتها بتتفاجئ إن أمها جنبها وبتبدأ تحكي قصة حياتها والمعاناة بتاعتها وقد إيه هي تعبت علشانها، وهي مقدرة كل حاجة وبتحبها ولكن لازم تسيبها علشان تربي بنتها كريس. وبتحاول تمنعها أمها، لكن أماندا بتقولها أنا انتهيت منك وهعمل مراسم الموت ليكي وكفاية ألم لحد هنا. وبتختفي روح أمها وبترجع أماندا للسطح تاني وبيخلص الكابوس خالص. وبيجي تاني يوم وبتعمل كريس وأمها مراسم الدفن للجدة علشان تموت بسلام. وبنشوف إن كريس خلاص هتروح للجامعة وبيجي تاني علشان ياخدها وبتحضنه أماندا، وبعد كده بتودعهم. وبيخلص الفيلم بتاعنا لحد هنا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده علشان يوصل لكم أجدد ملخصات الأفلام.